أول 100 يوم من رئاسة الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية. إيه أهمية أول 100 يوم؟ وليه دونالد ترامب مهتم وأي حد مهتم بالقصة بتاعت 100 يوم؟ هتفرق إيه 100 يوم من شهر، من شهرين، من 3، من سنة، من سنتين؟ يعني إيه القصة يعني؟ القصة دي بدأت زمان من حاجة و90 سنة، الثلاثينات من القرن الماضي. بدأت أيام الرئيس فرانكلين روزفلت، كان رئيس ديمقراطي، جاء بعد رئيس جمهوري. الرئيس الجمهوري دوت اتسبب في حاجة كانوا بيسموها الجريت ديبريشن أو الكساد الكبير. كان في أزمة اقتصادية رهيبة في العالم وفي أمريكا، كان المصانع بتقفل، الناس مش لاقية شغل، في فقر رهيب في أمريكا، كان البنوك قافلة وما عادش حد بيثق فيها، كان في خسائر رهيبة في البورصة، قفلت كل حاجة وخربت كل حاجة. فلما جاء الرئيس فرانكلين عمل القصة ديت واتكلم بعد اعتقد 130 او 140 يوم من توليه السلطة. كان لسه ما فيش طبعا تلفزيون وسوشيال ميديا والقصص ديت، وكان بيتكلم في الراديو او في الاخبار اللي هي النيوز في الجرايد، وكان الموضوع ده مهم جدا. هو عمل طفرة كبيرة، حل الازمة ديت، عمل اصلاحات كبيرة، قرارات تنفيذية رهيبة، وخلى الكونجرس ينعقد لمدة 3 شهور عشان ينفذ القرارات ديت ويطلع بالقوانين ديت عشان يغير وجه أمريكا بعد كده. طيب نرجع للرئيس دونالد ترامب. الأول 100 يوم هو عمل فيهم إيه؟ في بعض التحليلات وبعض التوقعات وبعض الحاجات بتقول إن ناس كتيرة بقت مش مقتنعة بيه، ناس كتيرة بقت شايفة إن هو غير مناسب لمكانه، وإن هو النسبة اللي كان أخدها أيام ولايته الأولى اللي كانت قليلة دلوقتي بقى عنده نسبة قبول أقل. الكلام ده هل نصدقه ولا لأ؟ الحقيقة مش قوي، لان هو حتى نفسه هو يعني بيشكك فيه، لان الكلام ده بيطلع من اغلبه من اعلام ديمقراطي. الاعلام الديمقراطي احيانا كتير بيقول كلام مش مظبوط يعني عشان يقلب الدنيا ضده يعني. لكن هل هو فعلا عامل تطور في البلد ولا الدنيا عامله ازاي؟ الاقتصاد الامريكي في وضع سيء جدا من ايام جو بايدن، الموضوع سيء. انا هديكم مثال صغير النهارده في كاسكو كان في كيس كده كبير بتاع برجر، نوع حلو قوي من البرجر، محترم، كان بيتباع في كاسكو من سنة وشوية ب $18. النهاردة بتتكلم في $33 $32 وحاجات كده يعني. ليه الفرق الضخم ده؟ الاقتصاد بيعاني من أزمة كبيرة. الأزمة الكبيرة ديت مش بس في البرجر، ده في الأكل، في البيض، في السكن، في كل حاجة. كل حاجة بقت غالية جدا، والمرتبات أو الدخل بتاع المواطن ما زادش، بالعكس في مشاكل كبيرة. في ناس زادت بس الأغلبية لأ. ليه؟ الاقتصاد كان تعبان أيام جو بايدن، جاء الرئيس دونالد ترامب، كان دونالد ترامب بينتقده دايما، بيقول لك أنت عملت مشاكل اقتصادية وغيره وغيره، وأنا هاجي أقلب الدنيا والناس هتعيش في رخاء. الرخاء لغاية دلوقتي ما تحققش. هما كانوا بيحاولوا ان هما يمشوا ناس، وعملوا وزارة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك عملوها عشان يمشوا ناس ويقللوا التكلفة الحكومية والحاجات دي والدنيا تبقى منتعشة، صح؟ مشوا ناس وكنسلوا عقود كتيرة جدا وعملوا توفير كبير للحكومة. لكن الناس بقى اللي مشيت ديت فقدت وظائفها. الناس اللي بتشتغل مع الحكومة، انا بشتغل مع الحكومة، في ناس كتيرة بتشتغل مع الحكومة، شغلها مع الحكومة، الناس ديت كلها اتأثرت. بقى دخلك قل والعقود بتاعتك بتتكنسل، تضطر تدور على عقود تانية وتعمل مش عارف ايه، وبتحارب عشان تكمل، عشان تعيش، عشان تستمر في شغلك او في البيزنس بتاعك او في حياتك، وانت الدنيا اصلا غليت والدنيا بتغلى كل يوم. فدي مشكلة كبيرة. الفترة ديت المواطن ما حسش بأي حاجة، المواطن حاسس ان لسه الوضع سيء، والمواطن لسه حاسس ان الموضوع بيزيد سوءا. قد يكون في فوائد لبعض الأغنياء، صحيح، قد يكون في فوائد لبعض الصناعات، بعض المنتجات، بعض الشغلات، في بعض الاشغال بتبقى شغاله في اوقات الازمات عادي جدا. انا كنت اتكلمت قبل كده ايام الازمه بتاعه الكوفيد لما كانت الدنيا كلها قافله، انا كان الشغل بتاعي ماشي كويس جدا، كل واحد ورزقه، صحيح ده بيحصل، لكن ده لا يعني ان بقيه الشعب بيعاني. نسبه الشعب اللي بيعاني قد ايه كبيره. فالرضا على الرئيس دونالد ترامب مش عالي، والتوقعات اللي الناس كانت حطاها عشان هو يجي فيحل الأزمة الاقتصادية ويخلي الناس تنتعش لغاية دلوقتي ما هتحققش. ممكن يكون هو شغال في حاجات كويسة، ممكن، ما اقولكش ان كل شغله سيء، لكن لغاية دلوقتي لغاية النهاردة على أرض الواقع المواطن لم يلمس اي تغير، بالعكس شايف ان الدنيا لغاية دلوقتي بتزداد سوءا. ما شافش حاجة بتخش في جيبه، ما شافش توفير في الفلوس اللي بيدفعها. النهاردة بيدفع عشان يروح السوبر ماركت مبلغ كبير عشان يجيب حاجات صغيرة.
المبلغ دوت كان يجيب حاجات اكتر بكتير قبل كده، فهو بيحسبها كده. ده المواطن الامريكي اللي بيحسب كل حاجه، لانه هو عنده تكلفه، عنده ضرائب، عنده قصص كتيره بيدفعها في كل حاجه. اي حاجه بيعملها بيدفع عليها فلوس، بيدفع عليها ضرائب. فالضرائب في كل حته، وانت لغايه دلوقتي بتاخد من جيبي لكن ما بتدخليش في جيبي. فهي دي النقطه. هل هو بيعمل كل حاجه غلط؟ ممكن لا، في قرارات كتيرة ممكن بياخدها استراتيجية وبتبقى مهمة جدا. مواضيع الجمارك فيها مشاكل كبيرة جدا، لكن هي مهمة عشان المصانع اللي قفلت واللي بتقفل كل يوم في أمريكا. المصانع ديت محتاجة تشتغل، ممكن يوصل لصفقات كويسة بعد كده، وممكن المصانع دي تشتغل أو جزء منها يشتغل أو تحصل مصانع جديدة، صح. لكن المشكلة في النهاردة والفترة اللي لغاية لما تحصل حل الأزمة ديت هتبقى عاملة ازاي. لغاية النهاردة احنا في أزمة، لغاية النهاردة احنا شايفين مشاكل، واحتمال كبير يحصل أزمة الشهر الجاي، ان في بضايع تقل من السوق. فده كلام حتى الناس بتتكلم عنه. هتوصل الدنيا لغاية فين؟ الناس هتتغير، الناس هتصوت ليه بعد كده في الانتخابات ولا لا، او هتصوت للحزب الجمهوري. شوف الكلام ده في الانتخابات بتاعت 26، الانتخابات النصفية بتاع مجلس النواب هيبان هتفضل الناس تصوت للحزب الجمهوري يفضل ليه الريادة او ليه الأغلبية البسيطة، ولا الناس هتروح تصوت للحزب الديمقراطي اللي هو خاسر واللي هو وضعه سيء جدا. الحزب الديمقراطي لو كان لمم نفسه وكان مظبط الدنيا كان زمانه كسب بشكل كبير تأييد الناس في الفترة الحالية، بس هو لغاية دلوقتي بيحاول يلملم المشاكل الكبيرة اللي حصلت خصوصا أيام جو بايدن. خلينا نشوف الدنيا توصل لغاية فين. تحياتي لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.